80% من الناس ما بتحبش شغلها، مع ان احنا بنقضي اكتر من 50% من وقتنا الصحي في الشغل. يوم السبت والحد الناس بتمد رجل وتاخر رجل. اصعب ايام حياتنا بيكون اليوم الاول، يوم بعد الاجازه، ويبقى عايزين اجازه فوق الاجازه. نيجي على يوم الثلاث وجبنا اخرنا من الشغل. احصاءات بتقول ان عالميا ان الناس ممكن تستعيد حياتها بعد فقدان شريك حياتها اكتر من انها تستعيد حياتها بعد فتره بطاله من الشغل كتير. للاسف الازمات القلبيه والضغط والاكتئاب بيزيد بسبب بيئه العمل. عايز تعرف الاسباب ايه؟ تابعنا دلوقتي. بسم الله والحمد لله. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اهلا ومرحبا بكم. معاكم علاء عمر. انا مدرب مهارات البيع والاقناع وانماط الشخصيه، شغال كمان سيلز كوتش اند ترينر. على مدار 10 سنين الحمد لله اشتغلت في نقاط القوه ونقاط الضعف، سواء من الاختبارات او جلسات الكوتشنج. هكون معاكم على مدار 30 حلقه ان شاء الله، ازاي نفهم نفسنا، ازاي نستكشف قوانا الداخليه ونفعل القدرات الكامنه اللي ربنا خلقنا فيها. كل واحد فينا مميز، كل واحد فينا مختلف. مش هخليك تكون زي حد تاني ابدا، بالعكس، ولا تتعلم، مش عايزك تتعلم حاجات جديده قد ما تفعل نقاطك الداخليه. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم وبعود الايام وجريت يا رمضان. جريت رمضان النهارده اول يوم رمضان والتاني ليله بدانا فيها بالفعل دلوقتي مع اذاعه اول حلقه. وكذلك العمر بيجري بينا ونقول الشغلانه دي مش شغلانتي، ده طريقي اللي انا كنت عايز احلم، اللي كنت بحلم بيه. وانت طالب بتقول انا قربت اخلص كليه، وبتقول مش عارف اشتغل ايه، مع انك خلاص اخدت تخصص في الكليه. واللي في ثانويه واللي بيدرس بيقول انا مش عارف اصلا منين يودي على فين. ده بسبب ايه؟ بسبب ان احنا مش عارفين نقاط قوتنا. بيتر دراكر كاعظم علماء الاداره في العصر الحديث بيقول عشان الناس تتميز في الحياه محتاجه تشتغل من خلال نقاط قوتها. وبيقول للاسف اكتر من تقريبا من 90% من الناس ما تعرفش نقاط قوتها، تعرف نقاط ضعفها بس. وبيأكد ويقول ودي كمان هم عارفينها غلط. وبيقول كمان ده محور حديثنا ان شاء الله، الناس عشان تتميز في الحياه محتاجه تشتغل من خلال نقاط قوتها اللي هي مش عارفاها بالفعل. ان انا بشتغل على السترينث بوينتس بتاعتي او بعرفها، ديت بتطلع منك حاجات يعني انت اصلا بتبقى متفاجئ، يعني بتبقى مش فاهم اللي هو طب يعني هو انا فعلا كنت بعرف اعمل ده وانا ما كنتش عارف. طب هو انا فعلا يطلع مني كل ده، يجي مني كل ده، بتلاقي انه يجي منك ويطلع منك، بس انت القدرات دي انت ما كنتش تعرف عنها لان انت ما دورتش عليها، يعني ما عندكش السيلف اويرنس الكافي ان انت تكتشف ده في نفسك. فونس ان انت بتكتشفه بجد بيرفلكت على كل حاجه في حياتك، كل جانب من حياتك بشكل انت مش هتبقى متخيله، مش هتبقى مصدقه، ومش هتبقى عارف ان ده انت، يعني ان النسخه دي بتاعتك انت، النسخه الجديده الديفلوبد دي بتاعتك فعلا، هو ده انت، وهي دي السترينث بوينتس بتاعتك. انت يا دوب فعلتها مش اكتر، يعني عملتها اكتيفيشن. فتخيل انت بتقضي اكتر من 50% من وقتك في الشغل وانت بتشتغل بنقاط ضعفك وبعد كده بتشتكي. على سبيل المثال يعني الناس الاجتماعيين والانطوائيين كأبسط مثال واضح، الاجتماعي مثلا لو انت شغلته ما بين 4 حيطان بيبقى عامل ازاي؟ اسد بيفرك في المكان. لو هو شغال في معمل او شغال في مكان اندور بيبقى مخنوق، ما بيصدق يقابل عملاء او يقابل الناس. ويا عم روح على مكتبك، هو مش قادر يا عيني يشتغل لوحده او الون او ما بين 4 حيطان وبس. كذلك عكس الانطوائي لما تشغله في الاوت دورز او يشتغل مثلا في العملاء في البيع بس اوت دورز، اي نعم بيعرف يتعامل مع الناس ويقابلهم، بس بتبقى تقيله على قلبه، ما بيصدق اللحظه ولا الساعه اللي يريح فيها ويقعد مع نفسه. يقول لك بتعمل ايه؟ بتقول له بتعمل ايه؟ يقول لك انا بشحن طاقتي. منين؟ من الجلوس منفرد. فبالتالي انا هقدر اساعدك ان شاء الله ازاي تفعل نقاط قوتك الكامنه اللي جواك والمواهب الفطريه اللي ربنا خلقنا بيها، مصداقا لقوله تعالى وفي انفسكم افلا تبصرون. فمنطلق القوه هيبتدي منين؟ من جواك انت. وعلى سبيل المثال كمان واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. نشوف اخواتنا في ارض العزه وهم بيسلموا البعده في مراسم التسليم باقل الامكانيات، بابسط الامكانيات، بالمتاح معاه من قوه، بدأ يذل العدو والنتن نفسه اعلن ان هو رافض المراسم ديت وتحجج وطلب اللي هو ممكن يقدم اسرى بزياده في مقابل وقف المراسم دي. فالشاهد ان الاخوه في ارض العزه استثمر كل قوه عنده، كل نقطه متاحه بالنسبه له قدر يقلب بيها ميزان المعركه. رقم 1 قولا واحدا الثقه بالنفس بتكون في النازل، وتقدير الذات ما تتخيلش بيبقى عامل ازاي. مستويات القلق والتوتر بتوصل ل 40% زياده.
ضعف الشعور بالرضا بالنفس والسعادة الشخصية بتنهار. طبعا القدرة على تحقيق الأهداف سواء قصيرة المدى أو طويلة المدى مفيش نفس أساسا يخلي الواحد يكمل. طبعا الكفاءة الشخصية والشعور بالذات وتقدير الذات مش هيخليك أساسا تعرف تنتج في شغلك، والابتكار هيقل بنسبة 30%. طيب في الشغل هيكون ازاي؟ الانتاجية هتقل بنسبة 20%، نسبة التيرن اوفر توصل ل 45%، الغياب في الشغل يوصل ل 37%. بيتلكك كده على ايه؟ جو حر، لا الجو برد، لا مش عارف ايه، رايح مصيف، 37% نسبة الغياب تزيد مقارنة بغيره. طبعا المرونة والتكيف مع التغيرات والابديت اللي بتحصل مفيش. القرارات الإدارية والقيادية تبقى صعبة جدا. كونه انه يكون فريق متجانس وفي هارموني بينهم ومن بعض، هو مش يكون عارف ولا عارف يوظفهم ازاي ولا يستفيد من قدرات الناس اللي معاه. كان زمان يقول لك اشتغل عن نقاط ضعفك وهتقدر تتحسن. الخرافة بتقول انت تقدر تكون اي حاجة انت عايزها. ده طلع كله ببلح للأسف. القصة كلها انك تقدر تكون اكتر حاجة في اللي انت فيه. يعني اشتغل عن نقاط قوتك، هتبقى more engaged في الورك 6 times، انخراطا في العمل 6 أضعاف مقارنة بالضعف، وحياتك الشخصية هتتحسن 3 أضعاف مقارنة لو اشتغلت عن نقاط الضعف. نقاط الضعف أقصى حاجة بنأملها فيها إن احنا تكون على الحياد، إن هي ما توقفش حياتنا ولا طريقنا في الشغل، لكن احنا محتاجين نشتغل على نقاط القوة. فبالتالي النصيحة ما تحاولش تكون حد تاني إطلاقا، دور على أنت مميز في إيه، شاطر في إيه، وهنشتغل من خلالها. ما تقارنش نفسك برضو بأي حد على الإطلاق. مثال بسيط علشان تعرف ليه ما تقارنش نفسك بحد تاني. طبقا لجالوب سترينث فايندر بتديك 34 نقطة قوة. لما بتجاوب على الأسئلة تبديل وتوافيق، فبيحصل انت مش كل الناس تبقى زي بعض في نفس الترتيب. طب تخيل انت هيكون شبهك كام واحد في مصر؟ كل 33 مليون واحد هتلاقي واحد شبهك في نفس الترتيب، ال 34 نقطة. يعني في مصر منك 2 بس غيرك. ده كان منظور جالوب. تخيل بقى لو دخلنا منظور فايا، منظور مايرز بريجز، هيرمان، هولاند كود، فسبحان الله. فيخلق مش شبه 40 دي مش موجودة. ده يبقى كتير جدا ان في حد 40 زيك اصلا. وبكده دي كانت مقدمة سريعة عن نقاط القوة ونقاط الضعف من تعريفات وازاي استكشفها ان شاء الله في الحلقات اللي جاية. محتاجك التمرين بتاع النهاردة ان شاء الله. اسأل نفسك انت شاطر في ايه؟ على رأي الاخوة السوريين شاطرة بشو؟ اسأل نفسك الناس بتحب فيك ايه؟ الناس بتلجأ لك في ايه؟ اللي انت بيديك طاقة وحيوية وانت شغال، اللي بيجهدك وبيستهلكك وانت شغال فيه. اكتبهم عشان هنحتاج الحاجات ديت على طوال الشهر الكريم. واشوفكم بكرة ان شاء الله.